الإسلام السياسي في إقليم كردستان وبعض الكلمات. تجري انتخابات برلمان كردستان في 20 تشرين الأول. يشارك في هذه الانتخابات عدد من الأحزاب المختلفة والشخصيات المستقلة. حزب كالحزب الديمقراطي الكردستاني يخوض غمار هذا المعترك الانتخابي معولا على تاريخ النضال التحرري وتحت شعار الاستقرار والإعمار والوحدة والصمود، بينما في الجانب الآخر يتحدث الاتحاد الوطني عن هدم الحكومة وإفشالها، فيما لم تأتي الأحزاب الإسلامية بأي مشروع سوى وعودات لمؤيدين بملء قرابهم حسنات. أحزاب الإسلام السياسي تشكل خطرا كبيرا على الأمة والوطن، والتاريخ يشهد على ما نقول. ففي أي دولة وصل فيها حزب مرتبط بالإسلام السياسي إلى السلطة سار بذلك البلد نحو الفوضى والدمار والهلاك. وما مصر، اليمن، أفغانستان، العراق والسودان إلا أمثلة حية أمام الأنظار. وأما لماذا نقول إن أحزاب الإسلام السياسي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع؟ لأن هذه الأحزاب تقيد الحرية الشخصية وتتدخل في حياة الناس اليومية، تغير المناهج الدراسية بما يتناسب مع منظومتهم الفكرية والعقائدية، تكثف من تدريس المواد الدينية في المدارس، وتقلل قدر الإمكان من تدريس المواد العلمية لإبعاد المجتمع والتخلف عن ركب التطور والحضارة في العالم المعاصر والحديث. أحزاب الإسلام السياسي هذه لا تقيم علاقات دبلوماسية على أساس المصالح الدبلوماسية المشتركة بين الدول، بل علاقاتهم مبنية على أساس العداء والصراع مع تلك الدول التي تعتبرها معارضة لها. فما أبعدهم عن السياسة. نواقص أحزاب الإسلام السياسي وسلبياتها كثيرة جدا بحيث لا تنتهي مهما تحدثنا عنها. لنعد إلى أحزاب الإسلام السياسي في إقليم كردستان، والتي تريد الفوز بالمزيد من المقاعد في برلمان كردستان بشعاراتها الرنانة ودعاياتها الكاذبة. أحزاب الإسلام السياسي في إقليم كردستان إما تابعة لمصر أو إيران أو تركيا ومدعومة منها، لا تتفادى الكذب ولا تتورع عنها، من الكذب باسم الله والأنبياء إلى الكذب باسم البيشماركة. لا تخجل من نفسها كشخص لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بأن الكذب إثم عظيم، وبالأخص تتفنن في الكذب من أجل الحصول على أي مكسب كان. سنذكر مثالين فقط من بين آلاف أكاذيب أحزاب الإسلام السياسي. عندما اجتاحت الفيضانات والسيول محافظة دوك في آذار هذا العام وتضرر عدد كبير من العوائل، رأى الجميع نجل الرئيس بارزاني اللواء منصور بارزاني حيث أشرف شخصيا وعلى الفور على إنقاذ المواطنين المتضررين وتعويضهم ومساعدتهم. أقام الناس في أفضل الفنادق في الليلة الأولى، قدم مبالغ مالية، كما قام بتوزيع 118 وحدة سكنية على عوائل الضحايا المتضررين، بل قام بتنظيف شوارع دوك بنفسه مع عدد من البيشمركة من مخلفات الفيضان، ساعدهم بكل ما يلزم. ولكن ماذا تقول الأحزاب الإسلامية الآن؟ بالصدد ماذا قال أحد مرشحي جماعة العدل وهو حزب إسلامي سياسي؟ قال: عندما تعرضت دوك للفيضانات كانت كوادرنا ومنظماتنا الخيرية هي من أغاثت أهالي دوك، من ساعد المواطنين وأغاثهم كنا نحن وليست السلطات. وعندما يقول هذا يرفع صوته ويصرخ، مع العلم أنه نفسه لا يثق بكلامه ويعلم أنه كاذب، لأن الجميع شاهد على شاشات التلفاز من قام بإغاثة المواطنين. يقولون: نحمي هذا الوطن بدمائنا. لكن عندما تعرض إقليم كردستان للتهديد وهجوم داعش لم يتوجه أحد منهم إلى جبهات القتال وسواتر البيشمركة ولم يدافع عن هذه الأرض، لم يحمل أحدهما السلاح، بل لم يساعد بيشمركة كردستان بأي شكل كان، بل حتى لم يدلوا ببيان واحد ضد داعش، ولم يقولوا بأنهم ظالمون كفار جائرون، لأنهم كانوا يأملون أن يقع إقليم كردستان في أيدي داعش حتى يجعلهم أمراء معتمدين، حتى يتمكنوا من تحقيق أفكار أربابهم وأسيادهم، أي إيران، تركيا والإخوان المسلمين. في إقليم كردستان تتحدث أحزاب الإسلام السياسي عن الأمة والمساواة والأخوة، تتحدث عن العدالة والإنصاف، يقولون بصوت عال: نحن المسلمون إخوة، باسم الإسلام يدعمون المسلمين في فلسطين وأجزاء أخرى من العالم. ولكن عندما تهاجم تركيا وإيران إقليم كردستان يصمتون ويسكتون ولا يدينون، لأن الأرض والوطن ليس مقدسين بالنسبة لهم. يظهر كوادر أحزاب الإسلام السياسي هذه على وسائل الإعلام ويصرخون بصوت عالي: لا توجد ديمقراطية هنا، هذا نظام دكتاتوري، لا توجد عدالة هنا. لكنهم لا يفهمون أن صراخهم هذا أبرز علامات الديمقراطية. فلو كانت الديمقراطية وحرية التعبير منعدمة في الإقليم لما كان باستطاعتهم تشكيل حزب، ولما استطاعوا الصراخ بهذه الطريقة على وسائل الإعلام.
باختصار، إذا أراد شعب إقليم كردستان أن يعيش حياة حرة كريمة وألا يكون الإقليم مدمرا على غرار غزة أو الحريات الشخصية المقيدة كما حدث في عام 12 عندما وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة في مصر، أو هناك حروب داخلية كما في السودان، أو إعادة تجربة الإسلام السياسي في تونس والجزائر، وعدم فقدانهم هويتهم الوطنية وأن لا يتجهوا نحو التعريب، فعليهم أن لا يصوتوا لهذه الأحزاب الإسلامية. نعم، غالبية الكرد مسلمون ورثوا إسلاما نقيا أبا عن جد، يؤدون فرائضهم وشعائرهم ويقومون بواجباتهم الدينية على أكمل وجه، ولا حاجة للكرد إلى حزب إسلامي سياسي يعلمهم الدين الإسلامي أو الوطنية.